السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة عسل وتابن. نتمنى يا ربي تكونوا كل بخير. أنا الحمد لله. قبل ما نبدأ نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو تاعنا تاع اليوم. بسم الله. اليوم البنات رايحين نحضروا بيتزا حتكون سهلة وبزاف بنينة. المكونات تاع العجينة اللي نحتاجوهم: عندي كاس ماء، كاس حليب، نص كاس تاع الزيت، عندي ملعقة صغيرة تاع الملح، ملعقة كبيرة تاع السكر، ملعقة كبيرة تاع الخميرة، ورايحين نشيحوا بالفرينة. درك يعني رايحين تشوفوا الكمية تاع الفرينة واللي هي تقريبا 5 كيسان، لكن حسب نوعية الفرينة تاعكم. نبداو بطريقة التحضير. لا قبل ما نبداو راني نسيت هذيك الكيس الوردي هذاك، راني نشوف فيه وما هضرتوش. كيس تاع الخميره الكيميائيه. المكونات تاعنا درك نرجعوا لطريقه التحضير بالبيتخان ولا بيدك. النتيجه رايحه تكون هي بعد، يعني في الحالتين راح تجي مليحه. حطيت كاس تاع الحليب وكاس تاع الماء، من الاحسن يكونوا دافيين به العجينه تاعك تطلع لك ليه. هنا حطيت الملعقه كبيره تاع خميره الخبز، ملعقه كبيره تاع السكر تاني البنات راح يبدلنا البيتزا تاعنا من التحت، راح تجي حمراء ومليحه. هنا نخلط المكونات هادو ولا نحركهم. حبيتوا تخليوهم يرتحوا هذوك ال5 دقائق البنات، خليوهم باه تشوفوا الخميره تاعكم لا كان مليحه ولا. كما تقدروا مباشره تبداو تضيفوا في الفرينه. انا هنا ضفت 2 كيسان تاع الفرينه. هذا الكاس الثالث، هي تقريبا كما قلت لكم استعملت 5 كيسان، لكن حسب نوعيه الفرينه تاعك. هنا بعد ما حطيت الكاس الثالث تاع الفرينه، هنا ضفت الملعقه الصغيره تاع الملح، ورايحه نضيف الزيت اللي هو نص كاس تاع الزيت. الكيسان تاعي البنات كما تعرفوهم يهزوا 250 مليلتر. هذا الكاس الرابع البنات يعني تخلط. المهم نتوما ما ديروش عليا انايا، شيحوا العجينه تاعكم حتى تولي لكم يعني مليحه ما تلصقش في اليدين. هذا الكاس الخامس راني كل ضفتو بالتدريج. 6 كيسان البنات ولا غير تخلط. المهم شيحوا العجينه تاعكم حتى تشيح. هي اعتقد ملا 6 كيسان مش 5. هنا بعد ما لميت العجينه تاعي نخليها تدور شويه في البيتخان. نسيت الكيس تاع الخميره، نسيته في المكونات ونسيته حتى في الخدمه. المهم ضفتو، كملت عجينه لاباط تاعي. هي ما تاخذش وقت كبير، غير برك به يعني المكونات هذوك يتخلطوا في بعضهم يولي اللون موحد، وايضا ما يكونوش فيها حبيبات. درك انا نكلمها مليح، نحطها في صحن ولا في اي اناء، نغطيها بلاستيك ورايحه نخليها تتخمر ولا تطلع. نخليها جانبا ونرجعوا درك لا غارنيتور تاعنا. بوا رايحين نديروا البيتزا تاعنا. هنا عندي كميه تاع الطماطم، انا نشري الحاضره هذيك اللي تكون مرحيه. اذا ما عندكش رحي طماطم تاع الحب، ضيفي لها شويه طماطم مصبره اذا كانت الطماطم تاعك بيضه، سينو طماطم تاع الحب وحدها تكفي. هنا ضفت ثوم بودره، نضيف الفلفل الكحل، ونضيف كميه تاع الملح، ما نكترش بزاف لانه راح نحط كميه تاع الجبن ولابا تاعي تاني راهي مالحه. وما نساوش كميه قليله تاع الزيت. اذا درتو طماطم تاع الحب حبيتو طيبوها فوق النار، البنات طيبوها شويه حتى تعقد ونحيوها. هذيك صدور الدجاج قطعتها قطع صغيره باه نزين بها كيما هكا، ونحطها في مقله اللي حطيت فيها شويه زيت، ملح وفلفل الكحل فقط. هذا واش حابه نحط. اذا حبيتوا تحطوا توابل اخرين يعني حطوا، يرجع لكم الاختيار. بعد ما طيب ليه هكا، وبيان سور اللحم تاع الدجاج ولا صدر تاع الدجاج البنات ما تشيحوش بزاف لانه راح نزيدو نحطوه في الفور، مش مليح كيشيح بزاف. هذه العجينه تاعي بعد ما رتحت، انا البنات اليوم رايحه ندير 3 بلاطوات كبار، يعني مانيش حندير دي طاغط هكا مدورين. درت بلاطوات اللي عندي تاع الفور. الكميه هذه دارت لي 3 بلاطوات. لوزهم كيما هكا ورايحه نبدا نطرح فيهم. حط كميه تاع الفرينه، وراني محضره لي بلاطو تاعي البنات اللي حنخدم فيهم، ندهنهم بكميه تاع الزيت فقط. البنات الكميه تاع الزيت في البلاطو ما تكونش كميه كبيره بزاف، لانه كنت دهنيه بزاف يعني العجينه ما تقلقك شويه كي تعودي ديري فيها تطرحي فيها في البلاطو. طرحت البيتزا تاعي فوق الطابله
ومن بعد نحطها في البلاطو ونبدا نعدل فيها. هنا نقول لكم اذا العجينه ما خداتش رايكم، يعني انتم تطرحوها وهي ترجع، خليوها ترتاح شويه ورجعوا لها. يعني بلاطو ثاني ثالث امشي نقولها من وحده لوحده، من البلاطو الاول روحي للثاني للثالث، ومن بعد رجعي للاول، تكون شويه العجينه رتحت. كل ما ترتاح كل ما رايحه تطرح لك مليح وتمشي لك في البلاطو. ما نساوش هنا حاجه مهمه جدا، هي انك تنقبي العجينه تاعك ولا لاباد، ديري فيها ثقوب بالطريقه هذه، يعني ثقوب بزاف باه ما تنفخ لكمش، لانه كل ما ديريش تحطيها في الفور طلي عليها تلقيها معمره يعني هكا منفوخه من بلايص بزاف. هنا درك التزيين نرجع لكم الاختيار. انا عندي الفلفل هذا الاحمر المرقد، عندي الفلفل الحار، حطيت ثاني كميه تاع الفلفل. لا ماهوش حار هذا البنات، عندي مده ملي درت الفيديو هذا يعني حضرته وما درتلوش المونتاج تاعو، على هذه راني ناسيه. فلفل خضر برك عادي، وانا نحب بزاف الفلفل في البيتزا. قطعته دوائر تكون رقيقه. هنا حطيت الكبار ولا لي كابغ، وهنا عندي صدور الدجاج هذيك اللي كنت طيبتها من قبل. وش راح نزيد ثاني البنات؟ الجبن المبشور. وكما قلت لكم يعني التزيين من بعد نتوما يرجع لكم الاختيار فيه. رايحه نحط ثاني شويه تاع المايس، مش كميه كبيره. وما ننساوش اكيد الحاجه الضروريه في البيتزا واللي هي بالنسبه لي الزيتون. هنا كان عندي زيتون الكحل، حطيت قطع منه. وانا راني مسخنه الفرن تاعي على درجه حراره 220، ورايحه نبدا نطيب فيه هذا البلاطو الاول بعد ما طاب. هنا نقطعوه باه نشوفوه كيفاه جا من تحت. واكيد يعني الارتفاع تاع البيتزا تاعك يرجع لك الاختيار فيها. انا حبيتها اليوم تكون هكا، يعني ماهيش خشينه بزاف. انت اذا تحبي البيتزا تاعك تكون شويه خشينه، يعني ما تطرحيش البلاطو تاعك بزاف. هذه هي البيتزا بعد ما طابت، شفتوها من تحت كيفاه تجي محمره، ولاباط يعني راهي تجي هايله. وتزيين يرجع لك انت من بعد زيني كيما تحبي. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم تاع البيتزا كيما شفتوها من الاول للاخر. فقط كيما قلت لكم بالنسبه للكيل تاع الفرينه هي تقريبا 6 كيسان تاع الفرينه، لكن هذه حاجه يعني مش لازم تعرفي يعني المقياس تاعها. فقط شيحي وشوفي حتى تحصلي على عجينه تكون تتلم وما تكونش يعني يابسه بزاف. هذه هي تلميها تكون طريه بصح ما تلصقش في اليدين. هذه هي الكلمه اللي ديما نقولها لكم. درك في الاخير نقول لكم ان شاء الله يا ربي الفيديو تاع اليوم ينال اعجابكم. بصح اذا عجبكم ما تنساوش خليوا لي لايك وشاركوا في القناه. سلام.